السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. تعالوا كده، تعالوا نشوف الإيه البط المسكوف بتاعنا وأوزانه والعمر بتاعه. النهاردة عمر 45 يوم ما شاء الله. أنا لسه أول مرة هوزن، قلت أوزن كده وأطمن على الأوزان بتاعته ونشوف إيه ماشية تمام ولا إيه الدنيا. أنا شايفة إن في الدكورة ما شاء الله أوزانها كويسة جدا. برضو النتايات برضو اللي هو ايه الوزن يعني كويس لحد ما يعني عمر 45 يوم الأوزان ما شاء الله الله أكبر. قلت كده ايه نوزن مع بعض ونشوف دنيتهم ماشية ازاي. ماشية معاهم بالعلف النامي وبحط عليه دشيشة وعيش بس، ما بنزلش أي حاجة تاني. ده من بعد الشهر ببتدي ان انا ايه انزل عيش ودشيشة، وممكن انزل كسر فول بس انا لسه ما نزلتش كسر فول. والاوزان دي يعني يعتبر كده ما شاء الله برضو كويسة شكلها. لسه بقى لما نشوف بقى ايه على الميزان هتبقى شكلها ايه. اللي انا شايفة يعني النتايات اللي هو ايه ممكن حجمها شوية اقل، الذكورة اعلى. الذكورة ما شاء الله اوزانها عالية، يعني من الشكل باينة حجمها واضح. يعني ده كده ده ذكر تمام. الباقي بقى في منه ده ذكر برضو بربرة، ودي برضو بربرة الصغيرة. النهاردة كده هنوزن كده ونشوف مع بعض البط المسكوفي. الله أكبر عليه، يعني بيحول بسرعة. يعني ما كانش يعني ما خدش معايا صراحة وقت ولا أي حاجة. ونشوف الأوزان بتاعته. خليكم معايا كده نمسك واحدة واحدة كده وإيه نبتدي نوزن على الميزان. نصفر كده الميزان، نمسحه كده كويس عشان ايه نعرف بس نشوف الابيض يا جماعة كله طلع اللي عندي، مفيش ابيض خالص. وخلاص احنا ايه فضينا كده المكان. هنبتدي ننضف وهننزل ايه الابيض. عايزين كده نمسك ايه بربرة كده ونشوف ايه اللي شكلها بربرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حط على الميزان وارجع لكم. انا كده ايه ربطت جناحاتها والميزان كده ايه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله 2 كيلو 800. 2 كيلو 800 ما شاء الله الله اكبر. دي يعتبر كده ايه البربرة. احنا بنقول على عمر 90 يوم وزن البربرة بتوصل معانا ايه ب3.5 كده. من الظهر هتوصل اكتر ان شاء الله ان شاء الله. صغيرة. تعالوا كده نشوف بقى ذكر ونحطه على الميزان قدامكم كده ونشوف ايه وزنه ايه عامل كام. خليكم معايا كده نجيب واحد واوزن معاكم كده. ايه جبنا ذكر ما شاء الله الله اكبر، مبين كده من وزنه الله اكبر. وزنه كده كويس جدا شاجي. انا عايزاه بس ايه ما يخافش ان ربطت له جناحيته. يقعد حلو، عايزاه يقعد كويس بس عشان ايه اعرف اوزن عشان يطلع الميزان صحيح. ما شاء الله الله اكبر. تخيلوا كده الوزن كام الله اكبر في 45 يوم. تخيلوا كده الوزن الله اكبر ما شاء الله. وعلى فكرة راسه مايلة لتحت شايفين، يعني لو طلع راسه شوية لفوق هيوزن اكتر. الله اكبر. تخيل بقى كده ايه الوزن. انا عايزاه بس ايه اطلع راسه بس عشان ايه يطلع الوزن معايا مظبوط، لان ايه بيتحرك كتير. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم.
شاء الله، الله اكبر. شايفين الوزن؟ 3 كيلو 900 جرام، خلاص داخل على 4 كيلو. الله اكبر. الذكر المسكوفي، البط المسكوفي كده الذكر وزن معانا 4 كيلو الا 100، 4 كيلو الا 100 جرام. وها شايفين يعني يعتبر كده 950 جرام. خلاص هو ايه، قالت افك له بس جناحه عشان ايه، عشان زهق. ما شاء الله. عايزه اوزن تاني بس حركتهم ايه صعبه. بس كده الحمد لله. يعني صراحه والله العظيم يا جماعه، والله الاوزان دي كده يعني ايه، اول مره اوزنها معاكم. هي الاوزان كده مفيش اي حاجه، صفرت الميزان قدامكم. دي الاوزان الطبيعيه بتاعتهم ما شاء الله، من غير اي حاجه، يعني غير اللي قلت لكم عليه، ما بياخدوش اي حاجه. ما عنديش حجاش، ممكن لو لقيت مثلا اسهالات ممكن انزل جرعه شيح بس، وبعد كده ما فيش اي حاجه تاني بياخدوها. شايفين الوزن ما شاء الله، الله اكبر. على عمر 45 يوم وزن الذكر خلاص دخل على 4 كيلو، على عمر 45 يوم. انا نزلت الدوره دي معاكم من عمر يوم لحد النهارده 45 يوم ما شاء الله. اديكم شايفين المكان ده انا كنت محضنه فيه الابيض كله خلص من عندي، ما عنديش ابيض تاني. الله اكبر. مفيش الا ايه البط ده بقى احنا سايبينه كده عشان شهر رمضان ان شاء الله. شهر رمضان احنا يعني يعتبر كده معانا 50 يوم باذن الله. 50 يوم الذكر ده باذن الله تعالى ممكن يعدي معانا 7 كيلو. الذكوره كده ممكن تعدي معانا 7 كيلو على الوزن ده ما شاء الله. والبرابر كويسة جدا، يعني داخلة خلاص في 3 كيلو، برضو هتعدي معانا 4 كيلو إن شاء الله، 4.5 كمان. يعني البط المسكوفي حاجة صراحة ايه، الله أكبر، ومناعة قوية، واللحم بتاعها لا يعلى عليه. مفيش بعد كده. يعني صراحة أنا بنصح صراحة، والناس اللي ما نزلتش دورة رمضان مسكوفي يعتبر كده راحت عليها. لان المسكوفي صراحه هو ده بتاع يعني يعتبر شهر رمضان، لما تتحط ذكر البط كده على السفره الله اكبر. 7 كيلو كده ولا حاجه مشرفه كده، وحاجه ايه ليها قيمتها. البط المسكوفي حاجه يعني، بصوا ما فيش بقى تعب، ما فيش شجا، يا دوبك احنا بنحط له الاكل والميه وخلاص على كده. يعني ها شايفين ده ذكر وده ذكر، ومش عارفة بقى الأبيض ده ايه لسه ما شاء الله. أنا كنت عايزة أوزن لكم ايه حاجة تاني شفتها شكلها كده في الوزن، يعني يعتبر ما شاء الله حاجة شكلها يعني في الوزن حاجة حلوة. دخلتها كده معاهم، قلت ايه علشان نوزنها برضو وتشوفوها معاكم. الفرخة شايفين الفرخة الرز اللي هناك دي، الفرخة الرز اللي هناك دي عمر 4 شهور، دي بربرة، دي عمر 4 شهور. أنا عايزة أمسكها دلوقتي معاكم، خليكم معايا كده، همسكها ونوزنها ونشوف وصل وزنها كام. كده انا مسكتها، وزنها يعني هي شكلها باين، يعني ما شاء الله شكلها باين. دي كانت عندي دفعة من حوالي 4 شهور، يمكن كمان ما دخلتش على 4 شهور، هي خلاص على وش بيض. انا هقول لكم دلوقتي هي على وش بيض، وعرفتها ازاي ان هي على وش بيض. انا قستها كده من تحت لقيتها 3 اشبار. اول ما اشوف الفرخة وصلت معايا كده 3 اشبار من تحت، يبقى كده خلاص على وش بيض. العرف بتاعها ده شايفين لونه احمر، شايفين ده خلاص كده على وش بيض. وزنها باين، يعني الرز وزنها بيبقى ايه واضح. يعني هوزنها بقى اهي معاكم كده ونشوف وزنها وصل كام معانا. نحطها على الميزان، نحطها كده على الميزان ونشوف ايه وزنها وصل معانا كام.
شاء الله الله اكبر. وزنها 2 كيلو 300 جرام، ما شاء الله الله اكبر. وزنها 2 كيلو 300 جرام، الله اكبر. الفراخ الرزي عمر 4 شهور، لسه مفتحتش يا جماعة في البيض، لسه صغيرة ما شاء الله الله أكبر. يعني على فكرة لو ديك دي كانت الوقت عدت معايا 3 كيلو، لو ديك تعدت 3 كيلو. يلا روحي هناك. ما شاء الله. الرزي أنا دايما بنصح بيه وبشتغل بيه على طول. وزن الرز بيفرق معانا جدا. بس احنا برضو ايه نخفله برضو العلف، نمشيه على العلف ايه البروتين بتاعه ما يكونش عالي، علشان برضو البيضة، لان بيبقى وزنها عالي. الرز بالذات نخفلها البروتين بتاعنا عشان ايه تستمر معانا في البيض. بس كده اديكوا شايفين الاوزان معايا، الله اكبر ما شاء الله. حاجة كده ايه تفرح. يا رب كده الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش لو انتوا اول مره تدخلوا ما تنسوش الاشتراك في القناه، وما تنسوش اللايك. ولو في اي استفسار او اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. اقول لكم كده ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.